بيكم متابعينا. احنا بتوع الملخصات. كلنا سمعنا عن الحب من أول نظرة، لكن عمركم شفتم اتنين بيحبوا بعض من غير ما يتقابلوا ولا مرة؟ اهم دول بقى أبطالنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا ده حصل ازاي تابعوا معانا الفيديو للآخر، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا بالآيدول جين، المغني اللي بيشق طريقه واللي بيروح يأجر شقة جنب مقر برنامج المسابقات بتاعته عشان يعزف ويركز، واصحابه الجدعان بيشيلوا معاه العزال، وبالليل بيتهد حيله من الشيل والحط وبيدخل ينام وبيسمع صوته بيقول يا ليلة زرقاء من أولها، ده باين الشقة مسكونة، وبيطلع يجري في الشارع وبينفد بجلده. بس بعدها بيقول لا أبات مع الأشباح ولا إني أبات في الشارع، وبيرجع على الشقة وبيقعد يدور على الأشباح ويبص يمين وشمال، وبيلاقي الصوت جاي من الحيطة اللي قدامه وبيقول أنا ما بخافش، ولو شبح أنا قدها وهخرجك من البيت. وبتبقى جارته راني بتسمعه عمالة بتضحك وبتقول إيه الواد اللهبل ده، وبيروح ينام. والصبح بيقوم وبيقول للشبح أنا هخرجك ويلا بينا بسم الله، وبيمسك الشاكوش ولسه هينزل تكسير في الحيطة، فبيلاقي رانو بتقول له جرى إيه يالا، هو أنت هبل وقرفني من امبارح ليه؟ أشباحي وعبط إيه؟ أنا جارتك هنا وكنت بزاولك بس. وبتقول له كمان اهدى بقى عشان ما بحبش وجع الدماغ، وبتقول له على فكرة الحيطة اللي بينا دي خشب، يعني لو كحيت هسمعك، فياريت بقى تمشي من الشقة أحسن لك لأنك مش هترتاح هنا. فبيفهم انها بتطفشه وبيقول لها لا ده انا قاعد على قلبك ومربع، وبيبدا يطفش فيها وهي طبعا مش بتسكت وبتقعد تطفش فيه هي كمان، وبيقعدوا على الحال اللي انتوا شايفينه ده لمده اسبوع خاربين الدنيا مع بعض. وبتيجي اخت راني عشان تزورها، وبنعرف انها دكتوره، وان راني بتتعالج من نوبات الخوف والتوتر، وبتحكي لها عن جارها المزعج، وبتقول لها ده شكله لذيذ قوي يا ريتك تقابليه، وبتقول لها انت مش هترجعي تعيشي معانا تاني. فبتقول لها ان علاقتها مع امها مش احسن حاجه زي ما هي عارفه، وان الزعل وحش عشانها فخليها بعيد احسن. وبعدها بتكمل راني حربها مع جارها، بس بتجيب اخرها من جين وبتقول له طب ما نتفاهم يا معلم، فبيقول لها انا ما عنديش مشكله. فبتقول له ايه رايك كل واحد ياخد في اليوم 4 ساعات يعمل اللي نفسه فيه والتاني يقعد ساكت خالص، والعكس صحيح، ونقضيها كده، وبكده هناخد راحتنا ومش هنزعج بعض. وجين بيوافق على الاتفاق ده، وبيبدأوا ينفذوا الاتفاق وكله بيبقى تمام، لحد ما في يوم بيجي اصحاب جين عشان يتعشوا معاه وبيقلبوا البيت سيرك حرفيا، وجين بيبقى مكسوف وفي نص هدومه عشان دي مش ورديته، وان ده الوقت بتاع راني. وبعدها بيقرر انه يعتذر لها عن اللي اصحابه عملوه، وبيسأل صاحبه ينفع اجيب لها هدية ايه، فبيقول له هات لها اي حاجة سكين كير، فبيقول له لا يا معلم انا معيش فلوس الكلام ده، انا هعتذر لها كده وخلاص. وفعلا بيروح يكلمها وبيقول لها معلش على اللي اصحابي عملوه، اصل هما بيشجعوني عشان المسابقه اللي عندي. فبتقول له انها سمعتهم وبتتمنى له التوفيق من كل قلبها، وبتقول له التزم بمواعيد التدريب بتاعتك عشان تنجح. وبالليل بتوقع حاجات ورجليها بتتعور، وهو بيسمع صوتها وبيقول لها لو كانت كويسه، فبتقول له تمام كمل بس تدريبك. وتاني يوم بيخرج مع اصحابه اللي من ايام الجامعه، وساعتها بيشوف اللي كانت حبيبته اللي هي يعني الاكس، وبتقول له انها هتتجوز في الصيف، فبيزعل قوي وبيقعد طول الليل متضايق وعمال يندب حظه وحاسس ان الدنيا بتمشي من حواليه وهو لسه مكانه، وبيقعد يتدرب من غير احساس. وراني بتسأله ماله، فبيحكي لها اللي حصل وبيقول لها ان حبيبته اللي فرقعته هتتجوز مديرها في الشغل، وان الحياة زهزهت معاها وهو لسه محلك سر، وانه عنده 31 سنة ولسه ولا اتشهر ولا اتغنى ولا حتى قرا فاتحة، بس هي بتقوله ان هو موهوب قوي وانه اكيد هينجح ويتشهر، بس هو يجتهد شوية. وفعلا بيتدرب بحماس جامد قوي، وتاني يوم بيروح الاختبار الاول وبيغني تحفة وبينجح، وفي نفس الوقت بيجي راني انذار من المحكمة بالقضية اللي بينها وبين رئيسها. وفي نفس اللحظة دي جيم بيجري عشان يبشر راني، بس هي بتكون مش في احسن حالاتها، وهو بيبقى فرحان قوي وبيعزمها على العشاء، فبتقوله ان مش هينفع دلوقتي وبيحس ان عندها مشكلة. وتاني يوم بتروح راني المحكمة، وده لأنها عملت ديزاين ورئيسها سرق التصميم بتاعها وقال إن ده شغله، وقال إن هو ممكن يديها جزء من الربح لكن مش هيديها الربح كله. وطبعا راني بترفض العرض ده، ولما بترجع للبيت بتحكي جين الموضوع كله وبيتضايق قوي، وبيقرر إنه ينتقم ويجيب حقها، وبياخد صحابه وبيروحوا للجيم اللي فيه الرئيس بتاعها، ومن غير ما ياخد باله بيحطوا له ملين في المية، وما أدركوا بقى من اللي بيحصل له، والجيم كله بيقعد يصوره وفضحته بتبقى بجلاجل، لدرجة إن الفيديو بينزل على الفيسبوك وراني بتشوفه وبتتأكد إن جين هو اللي عمل كده، وبتتبسط قوي لأنه انتقم لها منه. ولما بيرجع بالليل بيقعدوا يتكلموا ويشربوا،
وبيتفقوا إنهم هيتقابلوا بعد المرحلة الأخيرة من المسابقة بتاعت جين. ومش بس كده، ده هما كمان بيتفقوا إنهم هيرتبطوا، وجين بيقول لها إن هو بيحبها من قبل حتى ما يشوفها. وبعدها بينقلوا السراير جنب الحيطة على أساس يعني إن هما بالشكل ده قريبين من بعض أكتر، وبيعيشوا بالشكل ده فترة لدرجة إنهم بيتفقوا مع بعض على كل تفاصيل يومهم. بيطبخوا نفس الأكل، بس بيبقى واضح إن جين أشطر من راني بكتير. وكمان بيتفقوا مع بعض على نفس الأفلام ويقعدوا يشوفوها سوا. وبتكمل بقى لما بيعملوا عزومة كبيرة وبتيجي أخت راني وبتقعد معاها، وكمان بيجي صاحب جين الأنتيم وبيقعدوا مع بعض وبيقضوها ضحك وهزار، والقعدة بتكون لذيذة قوي. بس الحلو طبعا ما بيكملش. الاكس بتاعت جين بتروح له وبتقوله انها عايزة تتكلم معاه، وبتقول انها لغت فرحها لانها لسه بتحبه. وطبعا جين بيبقى عارف ان راني بتسمعهم، فبيقول لها تعالي ننزل نتكلم تحت. وراني بتتقمص وبتحس ان هو لسه بيحبها وممكن يرجع لها. لكن جين في الوقت ده بيبقى قاعد مع الاكس وبيقول لها فكك مني وشوفي لك حد تاني، ولا شوفي حياتك بعيد عني لان انا بحب واحدة تانية. وبعدها بيجي راني مكالمة، وبيبقى الرئيس بتاعها بيقول لها انهم عايزين يتقابلوا. ولما بتشوفه بيطلب منها انها تمضي عقد اتفاق بينهم وانهم هيتشاركوا سوا. بس راني بتفتكر انه كان واطي ومالوش امان، فما بتوافقش وبتسيبه وبتمشي، وبتبقى متعصبة على الاخر. وبتروح للبيت وبتاخد كذا حباية من الدواء بتاعها وبتقعد تعيط وتندب في حظها. وفي الوقت ده بيرجع جيم من بره وبينادي عليها، بس هي مش بترد عليه. وبتروح لاختها وبتقول لها انها تعبانه قوي وان الدواء مش مؤثر فيها. واختها بتروح معاها وبتلاقي ان راني حرارتها عليت جدا. وبيبقى جيم مع صاحبه المحامي، وبالصدفه بيشوف ان رئيس راني معين واحد من المحاميين انه يخلي راني تمضي عقد فيه ثغره هتخليها ما تقدرش تقول ان التصميم ده بتاعها، وهيديها الصابونه. ولما بيرجع للبيت بيلاقي اخت راني معاها، وبتقوله ان راني تعبت قوي وان هو كل شويه يبقى يسأل ويطمن عليها. وتاني يوم بيروح جين للرئيس راني وبيضربه وبيحصل بينهم خناقة. والرئيس بيتصل براني وبيقول لها هو انتي بعتلي بلطجي، شوفي بقى هتجيبي حقك ازاي. فطبعا بتعرف انه بيتكلم عن جين، وبعدها بتقعد تهزق في جين وبتقوله انت مين قالك انك تعمل كده، خد بالك انا ما بحبش المشاكل. وبتقوله من دلوقتي احنا جيران وبس. وبيرجعوا تاني يقسموا الوقت ما بينهم. بس جين مش بيعجبه الوضع ده وبيقول لها انا همشي من البيت لحد ما المسابقة تخلص. وبيروح لصاحبه بس بيفتكر انه نسى الكاميرا بتاعته في البيت، فبيقول لصاحبه معلش روح هاتهالي. ولما بيروح راني بتسمع صوت في الشقة وبتفتكر ان جين رجع، وبتقول له هو انت رجعت يا جين؟ فبيقول لها لا انا صاحبه. فبتسأله جين عامل ايه؟ فبيقول لها هو تمام. فبتقول له طب افتح الكاميرا وصورني لان عايزه اقول له حاجه. ولما بتصور له الفيديو بتعتذر له جدا جدا، وبتقول له انها فكرت فعلا في اللي عمله وان رئيسها واطي ويستاهل كل اللي عمله، وانها هي اللي عبيطه عشان ضيعته منها. وبتقول له انها بتحبه قوي وانها هتقابله بعد المسابقه. وجيم بيشوف الفيديو ده قبل ما يطلع على المسرح على طول وبيتحمس قوي، وبيطلع قدام اللجنة وبيولع الدنيا وبيغني روعة قدام كل الجمهور. وبعدها بيخرج من المسابقة على طول. ولما بيطلع بره بيلاقي راني جاياله جري، وطبعا بتبقى عارفاه على طول، وبيحضنوا بعض كأنهم مرتبطين من سنين. وأخيرا الحيطة العازل اللي ما بينهم اتكسرت. وحقيقي الحب حلو قوي يا بنات. قولولي صح لو حصل معاكوا زي راني كده ممكن تقعوا في حب حد ما شفتهوش؟ هستنى إجاباتكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك لأن ده بيشجعني جدا، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل النحنحة اللي جاية. أشوفكم في جرعة رومانسية جاية. سلام.